السلام عليكم حبايبنا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم الشيف جمال من مطبخ وحلويات لوديسة. اليوم راح نعملكم اطيب اكلة بالعالم، الاكلة السورية المشهورة بالاعياد والمناسبات. راح نعمل مع بعض شاكرية بلحم الديك الرومي. عادة بنعملها نحن بلحم الخروف او البقر او العجل، بس هلا اليوم راح نعملها بلحم الدان. مثل ما شايفين لونه احمر وغير شكل. عندي هون كيلو لحم ديك رومي، معلقتين كبار نشا مشان اللبن، ومعلقة كبيرة ملح. وعندي هون ورق غار وفلفل اسود وحبتين ثلاثة قرنفل، وربع معلقة صغيرة هيل مطحون او هال مطحون. وعندي هون بصلة، هدول راح احطهم انا عم بسلق اللحمة. عندي هون كمان مي من الحنفية مشان دوب فيهم النشا. وعندي هون كيلو ونص لبن زبادي. مثل ما شايفين هذا لبن يوناني كتير طيب وفيه حموضة. هلا رح روح واسلق اللحمه وبرجع لكم بالمرحله اللي بعدها. وهلا يا حبايبي يا حلوين، لبين ما تستوي اللحمه عنا رح اخفق اللبن اللي رح اطبخ فيه الشاكريه. مثل ما شايفين بخفوه شوي، بعدين بنزل النشا والملح. مثل ما شايفين حبايبي، هذه هي علبه اللبن اليونانيه. مثل ما شايفين هذا لبن يوناني حامض وكتير مناسب لهيك طبخات. هلا رح نزل النشا. وانتوا عم تطبخوا اللبن على الغاز، اذا شفتوه سميك فيكم تزيدوا مرقة السلق تبع اللحمة. هلا رح نزل معلقة كبيرة ملح. مثل ما شايفين هيك اللبن انخفق وصار جاهز عنا. هلا مثل ما شايفين حبايبي حطيت اللبن على النار وبحركه كتير منيح وبراقبه، ما بتركه بالتحريك، بضل عم حركه لحتى يغلي، لانه اذا تركتوه قبل ما يغلي اللبن راح يفرط معكم. مثل ما شايفين بضل بحرك فيه بحركه لحتى يغلي اللبن على الغاز. بس يغلي اللبن راح نزل اللحمة، بتكون مستوية وعين الله عليها. بتضل عم تحركه باللبن تقريبا ربع ساعة لحتى يغلي وتشوفوه عم يبقبق. بعدين بتخففوا تحريك او بتوقفوا تحريك مشان تنزلوا اللحمة فوق اللبن. بس يغلي ويبقبق خلص، ما بقى بيفرط اللبن لو شو ما حطيته فوق منه. هاي الشاكرية كتير طيبة بكراديش اللحم، لحم الخروف او العجل او البقر. بس هلا اول مرة انا راح جربها بلحم الديك الرومي لنشوف كيف طعمتها. هلا بس تستوي اللحمة على الاخير بورجيكم كيف راح نزلها فوق اللبن. مثل ما شايفين حبايبي راح ضل حرك اللبن على الغاز لحتى يغلي. وبس يغلي راح نزل لحمة الديك الرومي فوق اللبن.
شايفين اللبن هذا هو القوام المطلوب للشاكرية، لا نمري كتير ولا سميك كتير. وهي لحمة الديك الرومي استوت، هلأ رح نزلهم فوق اللبن، بغطسهم كتير منيح وبحركهم مشان ياخدوا من طعمة بعض. خليهم يغلوا مع بعض على الغاز تقريبا 10 دقايق، هيك بقلبهم شوي مع بعض مثل ما شايفين بهالشكل هذا. بيتقدم مع الشاكرية أو بتاكلوا جنب منها رز بشعرية كمان كتير كتير طيب. وإذا شفتوا اللبن سميك شوي مثل ما قلت لكم بداية الفيديو، فيكم تزيدوا المرقة اللي سلقتوا فيها اللحمة. شايفين اللبن عم يبقبق مع اللحمة وريحته بتاخد لعب. هلا حبايبي راح اترككم بهالمرحلة وانطر اللحمة مع اللبن لحتى يستووا كتير منيح، بعدين برجع لكم مرحلة تقديم الشاكرية. شايفين المنظر بياخد لعب عن جد كتير كتير ريحة طيبة، واكيد الطعم هسه اطيب واطيب. يلا راح التقي معكم مرحلة التقديم. مثل ما شايفين حبايبنا، ورجعت لكم هلا بمرحلة تقديم الشاكرية، الأكلة السورية المشهورة بسوريا مع رز بشعرية. هاي الأكلة نحن السوريين بنعملها بالمناسبات والأعياد، كتير كتير طيبة وكتير سهل التحضير، بظن إني ما بتكلف كتير. بتحبوا تعملوها بلحم الخروف أو البقر أو العجل أو لحم الدجاج أو لحم الديك الرومي، كمان بتطلع بلحم الديك الرومي كتير كتير طيبة وريحتها كتير طيبة وما فيها جنس الزناخة. فهذه هي وصفتنا اليوم، بتمنى تنال اعجابكم. اذا عجبتكم الوصفة اليوم ما تنسوني من اللايك والشير للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد. كان معكم الشيف جمال من مطبخ وحلويات لوديسة، وان شاء الله بنلتقي مع بعض مرة تانية بطبخة جديدة وفيديو جديد، والسلام عليكم.